9 معلومات عن لوسي ابن طنط فكيهة وعلاقته برأفت الهجان. بعد تشبيه شقيق شيرين عبد الوهاب من أحد الأشخاص بلوسي ابن طنط فكيهة، افتكر الناس الشخصية اللي عملها ممثل مغمور في فيلم إشاعة حب، ولكن الحقيقة إن الفنان اللي قدم لوسي كان وراه قصة كبيرة. اسمه الحقيقي جمال رمسيس، اتولد في شبرا لأب إيطالي وأم مصرية، سافر لخاله في أمريكا وقدم أدوار صغيرة في التلفزيون الأمريكي، رجع لمصر وشارك في فيلم إشاعة حب وإسماعيل ياسين بوليس سري. قدمه المخرج فطين عبد الوهاب على تتر فيلم بوليس سري باعتباره نجم التلفزيون الأمريكي. بعد الفيلمين اتقطعت علاقته بالسينما نهائياً. بعد وفاة خاله رجع لأمريكا لإدارة أعماله. انتشرت في الثمانينات إشاعة بأن جمال رمسيس هو نفسه الجاسوس رأفت الهجان، وتم الربط بينهم بسبب تسريحة الشعر اللي اعتمدها محمود عبد العزيز في المسلسل. ولكن بعد فترة نشرت الصورة الحقيقية لرأفت الهجان. توفى جمال رمسيس في 25 سبتمبر سنة 2001 عن عمر 80 سنة في ولاية ألاباما الأمريكية.